43 43,000 يورو في السنة. راتبي ايه؟ 43 يورو. 1000 يا عمري 1000 يعني عملت منيح. كام يعني؟ شي 100,000. 100,000 يورو. انت عملت فلوس قد ايه في المانيا يا كوزو؟ لا على الرجاء على قد اللي رايح. خلي بالك ده مهندس والله مهندس. 20 20,000 يورو. يا ساتر. ماينس 49 ماينس 49 يورو. يعني انت بعد 8 سنين في المانيا حسابك البنك فيه ماينس 49 يورو؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ موجود دلوقتي في برلين المانيا كالعاده، كل فتره بيجي نصور فيديوهات في المانيا. خلينا نشوف العرب اللي عايشين في المانيا بعد المده اللي عاشوها في المانيا، الناس اللي بقى لها 10 سنين وبقى لها 5 سنين وبقى لها اكتر. خلينا نشوف عملوا فلوس قد ايه ونشوف حسابهم البنكي في فلوس قد ايه في المانيا. تعال نسالهم ونشوف ردهم هيكون ايه، وهل هيقدروا يقولوا عملوا فلوس قد ايه ولا لا. ده اللي هنعرفه لما نسال العرب اللي موجودين في المانيا. النهارده بنعمل حلقه 1، بنعمل حلقه مع منعم الانسان غير منعم الفنان. قول لنا اول حاجه، انت بقالك كام سنه في المانيا؟ بقالي 8 سنين. ليه المانيا؟ النصيب. ده كده اجابات توتال. اجابات اجابات تمام. من ال8 سنين انت قعدتهم في المانيا، اشتغلت كام شغلانه؟ اشتغلت حاجات كتير قوي. زي اشتغلت حاجات كتير والله. زي ايه مثلا؟ اشتغلت في البريد. تمام. اشتغلت في لا استنى عشان اقعد بقى، انت هترجع لي ذكريات. انا بقول لك انك هخش على على السيجاره طبعا. في ناس تحت 18 اتفرج يا تحت 18 يعني احنا عشان لو في حد غير مدخن. اهلا كل شويه هنوقف. طب يا عم سلم على الراجل. كتير والله. ما انا بقول لك زي ايه مش بقى؟ فاكر. يا عم خلصني. يعني اشتغلت في البريد، اشتغلت ان انا اوزع جرايد، تمام. اشتغلت في الفنادق، تمام. اشتغلت في اللبس والبراندات. حاليا بشتغل في اللبس. حاليا شغال في اللبس. اه. وايه احسن شغلانه بالنسبه لك او احسن ولا واحده منهم عجبتك؟ ولا واحده. طب لو سالتك من الشغلانات اللي انت شغلتها دي، ايه اكتر شغلانه عملت فيها فلوس؟ كلهم. لا ده كله كان فلوس حلوه يعني؟ اه طبعا. مش مصدقك، مش عارف. يعني لو قلنا مثلا اعلى وظيفه كنت تاخد فيها مرتب كانت ايه؟ الفنادق، عشان كنت ماسك بوزيشن حلو. يعني انا ما كنتش ماسك بوزيشن في الاول، اشتغلت على ريسبشن، بعدين شافوا شغلي حلو فادوني بوزيشن حلو، وبقيت ماسك 11 اوتيل و30 موظف مثلا. ده الكلام ده من قد ايه؟ الكلام ده من سنه. اقصى مثلا مرتب وصلت له كان كام في المانيا؟ دي حاجات خصوصيه ما بحبش اتكلم فيها. يعني ادينا رينج، مش لازم مش انت عايز اقول شخصيا. لك. تمام. انت خايف يعني؟ لا مش عايز اقول لك. انت جايب يعني هقول لك كنت بشتغل 16 ساعه في اليوم. ممكن ده 16 ساعه في اليوم؟ ده غير قانوني، بس كنت بشتغل 16 ساعه في اليوم. بس انت كنت شغال بعقد؟ كنت شغال بعقد، بس ان انت تشتغل زياده عن 8 ساعات او 10 ساعات في اليوم على مده طويله عبد ده يعني. غير قانوني. عبد. كنت بشتغل تقريبا 16 ساعه في اليوم. تمام. بروح انام 4 ساعات وانزل اشتغل تاني وهكذا. كنت ممكن اوصل مثلا 2700 نتو في الشهر. ده صافي. بس ده بالنسبه اللي انا اشتغلته ولا حاجه. اي حد يعرف بالنسبة يطلع الفلوس للمدة دي اللي انت شغلتها. شغلانه عاديه، فاهم؟ والفلوس اللي كنت بتعملها في امريكا كانت بتقضيك؟ لا يعني لما دين وحش. بالثمان سنين اللي شغلتهم عليك دي. مديون دين وحش. يعني لو سالتك مثلا في الثمان سنين دولت عندك مثلا ما ببيع لك الكاميرا يعني يعني لو قلنا مثلا حسابك البنكي فيه قد ايه؟ كمبلغ بقى، اللي هو 8 سنين في المانيا وبتاع. انت هتطلعه قدامنا عادي؟ هوريك انت. ما هوري الناس برضو بالكاميرا، ممكن الناس تتفرج هوري معانا. الناس. انت يا ابني انت جايبنا تهزقنا يا ابني ولا ايه؟ وانت 8 سنين في المانيا برضو؟ 8 سنين في المانيا يا جدعان. يا ساتر. ماينس نقول المبلغ؟ ما خلاص انت عرفت. يعني عرف الناس؟ انت عرفهم ايه؟ هو المبلغ ماينس 49 ماينس 49 يورو. يعني انت بعد 8 سنين في المانيا حسابك البنكي فيه ماينس 49 يورو؟ هو ده اللي بيجري. هل ده مثلا يعني هل فلوسك يعني بسبب الادمان مثلا او بتصرفها على حد ولا فلوسك راحت فين؟ حشيش ونسوان. ده اللي ضيع ده اللي ضيع منعم. بحب اجيب كور بولينج العب بيهم في البيت وانا. طب وفلوس اليوتيوب لو جينا نتكلم مثلا عن فلوس اليوتيوب، ايه؟ بما انك راجل كنت فيديوهات وبتاع فلوس اليوتيوب 4-5 سنين. اليوتيوب ما دخليش فلوس كتير، الفيسبوك هو اللي دخل لي فلوس حلوه. انت حضرتك منين؟ من سوريا. من سوريا. بالك قد ايه في المانيا؟ 10 سنين. 10 سنين؟ عملت فلوس قد ايه في المانيا؟ هذا سؤال حلو. ايوه الاجابه بقى 20. 20 20,000 يورو ايه. بعد 10 سنين في المانيا. وشايف ان ده مبلغ كويس على قد المده اللي انت قعدتها في المانيا؟ لا. يعني 20,000 يورو بعد 10 سنين مش كويس؟ لا. كنت تحلم مثلا يبقى معاك قد ايه؟ او انت كنت متخيل قبل ما تيجي المانيا ان انت كنت ممكن تعمل فلوس قد ايه؟ 100,000. انت كنت متخيل بعد 10 سنين هتعمل 100,000. ايه. عملت منهم 20%.
ايه ما هو في اشياء ثانيه ما بس مش بس فلوس. مش بس فلوس صح. طب وانت بناء باوشال قديش طلعت تقريبا صافي هيك؟ طب تعالى خش معانا. درجة قد ايه في المانيا؟ كمان شي 10 سنين. 10 سنين؟ عملت برضه قد ايه في المانيا؟ يعني عملت منيح. كام يعني منيح؟ يعني هلا غير الاكل والشرب شي 100,000. 100,000 يورو. وانت شايف ده برضه مبلغ انت كنت متوقعه؟ يعني لقبل نورمال، لهلا اذا بحلم بربع بكون ممتاز بالوقت الحالي. ما في. ايوه يعني انت المبلغ ده معاك بالفعل ولا ده قصدك اللي انت عملته وصرفته وعملته وصرفته؟ لا هذا الصافي. ده الصف اللي انت عملته في المانيا. ايه. وتفكر تكمل في المانيا ولا تشوف بقى دوله تاني؟ لحد ما تضيق لها، اذا بقي الوضع هيك لا اكيد لا. يعني انت دلوقتي الوضع مش عاجبك؟ لا. انت ممكن تقول لي صح انت ايه اصلا بتشتغل ايه في المانيا؟ يعني بتشتغل ايه في المانيا؟ اوتو فوليغا. لا ما كلمني عربي. فوليا السيارات. بتعمل تغليف فوليا الحراره. تغليف سيارات. تغليف السيارات. وحضرتك كهرباء. وشغالين شغل يعني مثلا في شركات ولا شغل زي فريلانسر مع نفسك؟ انا شركات. وحابين الحياه في المانيا؟ حلوه كانت كل واحد له رايه الشخصي، انا كنت اشوفها منيحه، عم بشوفها كل ما للاسوء يعني انت لو رجع بيك الزمن كنت جيت المانيا ولا كنت اخترت دوله تاني خالص؟ ما كنت جيت على اوروبا خالص. انت تقعد فين لانه طيب؟ انا بحكيها وهي اول ما فت على المانيا قلت كنا فاهمين اوروبا غلط. كنت غير حاجه مختلفه عن كده. ايه. يعني تختار ايه الدوله اللي ممكن تكمل فيها حياتك؟ يعني يعني بالشرق الاوسط، ارجع للشرق الاوسط. ترجع الشرق الاوسط. وكفايه المانيا كده. كفايه اوروبا. كفايه اوروبا بشكل عام. انا رايي ثاني. ايه رايك؟ انا عجبني الموضوع. انت عجبك المانيا؟ يعني انت بتفكر تكمل في المانيا وخدت جنسيه وكده ولا لسه؟ حتى لو رجع الزمن حتى رجع الزمن برضه هتفضل زي ما انت موجود. باجي. طب عايزين نسال كوزو عمل فلوس قد ايه في المانيا؟ انت عملت فلوس قد ايه في المانيا يا كوزو؟ لا على الرجاء على قد اللي رايح. خلي بالك ده مهندس والله مهندس. واللي جاي على قد اللي رايح؟ اهو. اللي معاك ده ولا ايه؟ عقرب سلم عليك. الله يسلمك. مين اصلا؟ انا انت بتقول لي كوزو وشايف المضلع. ايه المضلع ده؟ بس في ثانيه بس في ايه؟ منين حضرتك؟ السلام عليكم. منين؟ اتصور؟ ده وقع من فوق ولا ايه؟ مش عارف ايه مين ده. شو اسمه؟ انت رسالة تعالى هنا بس. انت منين؟ انا افريقي، امي من افريقيا وانا بس ابوي شو اسمه؟ استرالي. لي 8 سنين. 8 سنين. ايه. عملت فلوس قد ايه في المانيا؟ انا كثير والله، المانيا فيها كثير يعني مصاري. 8 سنين اللي انت عملته اللي انت قعدتهم في المانيا تقريباً حسابك البنكي فيه قد ايه؟ لحظه معلش اتاكد بس من الحساب. تاكد من الحساب. دقيقه. الابل ولا شو اسمه؟ انت بتطلع شو اسمه؟ ايه؟ كام بقى حسابك فيه؟ في عنا شو اسمه؟ في عندي والله هلا حاليا 43,000. 43,000 يورو ايه. بعد 8 سنين. اشتغل غطاس مجاري. شغال ايه؟ انت شغال ايه في المانيا؟ غطاس سنة مجاري. لا باخذ لا فعليا انا ما عم بمزح. شغال ايه في المانيا؟ المقابل جد ولا مزح؟ لا بجد؟ بالسنة 43. 43,000 يورو في السنة. راتبي ايه؟ 43 شغال يورو. 1000 يا عمري 1000. شغال ايه بقى في المانيا؟ انا شغال بوست برودكشن. لا انا بعمل فيلم ميكر. فيلم ميكر. ايه. 43,000. طب ما هو الراجل فيلم ميكر هو بيقول لك ماينس مش عارف كام. هو مو عرفاني ناقص بوناته. زبوناته. ايه. هي اجي معاه. صحيح. ما في هاج. الحاج احنا هنحضن كويس. يلا نحضن. انت انا عايز تقول اتكلم جد. قول. الدنيا وحشه. ده الجد بتاعك؟ الدنيا وحشه ولا المانيا وحشه؟ مش عارف انا بقالي يعني انا هنا في المانيا بقالي الدنيا عامه وحشه. ما هي في مصر ما كانتش حلوه. يعني ما بفكرش تسيب المانيا تروح اي حته؟ والله بفكر. فين بقى؟ بفكر ارجع مصر بقى. ترجع مصر. هي فكره ان يعني انا لولا حصل معايا كام دروب في حياتي انا ما كانش عندي كنترول عليهم. ما كانش ده وضعي دلوقتي فاهم. بس في نفس الوقت انا بحاول اطلع من الحقبه اللي انا كنت عايش فيها واخلص المشاكل اللي تعمل كانت عليا، كومباك. فاهم بالظبط على قد ما اقدر. لان زي ما انت شايف العيشه صعبه فشخ. غاليه فشخ. انت بتتكلم كاوروبا عامه؟ هنا بالذات غاليه فشخ بالنسبه للقبض اللي انت بتاخده او الراتب اللي انت بتاخده. فالعيشه غاليه فشخ. فان انت يا دوب فعلا اللي جاي على قد اللي رايح. يعني بجد اللي كان بيكلمني ده صاحبي هو مهندس فعلا. وبجد اللي بيبقى جاي على قد اللي رايح. فعشان تحوش لازم تيجي على نفسك او يبقى قبضك عالي قوي عشان تعرف تحوش فلوس. بس المهم يعني انا لولا ان حصل لي كام دروب في حياتي ما كانش ده الوضع الحالي. بس انا ما بتكسفش لان كلنا بني ادمين والدنيا بتلف وتدور. ومفيش حد بيفضل فوق دايما ومفيش حد بيفضل تحت دايما. طول ما الواحد بيحاول وبيعافر وعنده حاجه عايز يحققها بيودي وربك كريم فاهم. فاحنا بقى بكينا على اللي فات كتير ومش هنقعد نبكي طول عمرنا لان مفيش في العمر باقي فاهم. يعني هنشوف منعم جديد ان شاء الله.
ما وعدكش بس اتمنى. بس بحاول. ودي كانت اجابات العرب اللي عايشين في المانيا. يا ترى انت لو سالتك نفس السؤال هل ممكن تجاوب ولا لا؟ ويا ترى حسابك البنكي اصلا فيه فلوس قد ايه؟ اكتب لي كومنت وقول لي حسابك البنكي فلوس قد ايه. السلام عليكم.